تسرب فيديو يظهر لحظة مواجهة غير مباشرة بين لؤي التونسي وسمير الجزائري. لؤي شعر بالخطر على علاقته بيسرى، فقرر استعراض قوته أمام سمير، لكن هل كان هذا ذكاء أم مجرد غيرة؟ لؤي كان في موقف ضعف، لكنه بدل أن يواجهه بالعقل لجأ إلى القوة الجسدية لإثبات نفسه. في بعض الحالات إظهار القوة الجسدية قد يكون وسيلة فعالة لإرسال رسالة للآخرين، لكن إذا كان بدافع الخوف فقد يبدو تصرفا غيورا أكثر من كونه دليل قوة. المشكلة أن هذا النوع من التصرفات غالبا لا يأتي بنتائج إيجابية، بل قد يضعف موقف الشخص أكثر. لم يقع سمير بأي شيء مباشر تجاه يسرى، لكنه مجرد دخوله للبرنامج جعله في موضع المنافسة. إذا تجاهل لؤي فهذا يجعله يظهر في موقف القوي بصمته، إذا رد عليه فقد يقع في الفخ ويظهر كأنه دخل في صراع لا داعي له. بعض الفتيات يحببن أن يشعرن بالحماية، لكن إذا كان التصرف فيه استعراض زائد فقد تشعر بعدم الراحة. إذا رأت أن سمير لم يهتم ولم يدخل في المنافسة فقد تنجذب إليه أكثر. أما إذا أعجبها تصرف لؤي فقد يزيد في تعلقها به. هل تصرف لؤي كان ذكاء أم مجرد غيرة غير مبررة؟ هل تصرف سمير بذكاء أكثر منه؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. إذا كنتم مكان لؤي كيف ستتصرفون؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من التحليلات الحصرية.